السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل المبدعات اللي بيشرفوني يتفرجوا على الفيديو. كلمتين بس قبل ما نبدأ الفيديو. الشال ده من تصميمي، أنا عاملاه من سنتين، وأتحدى أي حد يجيب لي فيديو أو بترون ليه قبل سنتين. تمام، فبعد إذنكم رجاء خاص لأصحاب القنوات والناس اللي بتكتب بترونات وتبيعها، محدش يعمل فيديو للشال، لأن مش هتردد لحظة في تقديم انذار، وكمان محدش يكتب بترون ويتربح منه. تمام. طبعا هكون مبسوطة جدا لو اي فنانة نفذت الشال لنفسها او لحد عزيز عليها، او نفذته عشان تعرضه على متجرها وتبيعه. الشال بفضل الله من تصميمي، انا كنت عملت منه الموديل اللي هو من الخلف مثلث ومن الامام مستطيل. وطبعا في ناس كتير طلبوا مني ان هم يعملوه مستطيل فقط، فحبيت اصور لكم برضو الشال وهو مستطيل، لان في كده تركايه اثناء الشرح هشرحها لك، في تغيير عدد الغرز وكده هتشوفيها اثناء الشرح. فبأمر الله نبدأ نشتغل مع بعض ونسمي الله. لو عندك اي تعليق او اي معلومة ناقصة في الفيديو عدت عليا سهوا ما قلتهاش، اكتبي لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكي. تمام. نسمي الله ونبدأ نشتغل الفيديو ونشوف هنشتغله ازاي. حاجة انا معايا خيوط متوسطة السمك. انتي اي نوع خيط ان شاء الله هينفع مع الشال ده، يعني حرفيا اي نوع متوفر عندك، سواء سميك رفيع متوسط السمك. بس بصراحة يعني ايه اللي هي السميك قوي زي هيمالايا بيج او هيمالايا سنو، دول سماك قوي بصراحة مش هيبقى لطيف. بس ممكن خيط إليس بيركم، إليس كلاسيك، دي برضو من الخيوط اللي يعتبر سميكة. هيمالايا سوبر سوفت برضو من الخيوط الايه السميكة. الخيوط دي والخيوط اللي أرفع منها، تمام، اللي هي هيمالايا سوفت، هيمالايا سوفت وإليز كلاسيك او إليز بيركم. السمك ده واللي اقل منه بقى، دي تنفع مع الشال وهيبقى رائع جدا. طب هنا انا معايا خيط متوسط السمك، تمام، وهستخدم معاه ابره 3.5. دايما في الشال استخدمي الخيوط اللي هي استخدمي مع الابره مع الخيط ابره اكبر من المقاس اللي انت هتشتغلي بيه. يعني انا الخيط ده لو هشتغله شغل عادي ممكن اشتغل بابره 2.5 او 3. لو هشتغله ملابس يعني ممكن اشتغل بإبرة 2.5 او 3 في الملابس او في لاكلوك او في ايس كاب. لكن في الشال او الكوفية الإبرة تبقى مقاسها اكبر سنة عشان الحاجة تطلع خفيفة كده وما تبقاش ايه تقيلة في اللبس، تبقى مرنة في اللبس. تمام. بالنسبة لكمية الخيط، كمية الخيط ممكن تبتدي معاكي من 4 شلات للشال لحد بقى كيلو، كيلو ونص، زي ما انت عاوزة بقى. في ناس بتحب الشال مغطاه من فوق لتحت وتبقى عريض، براحتك. فانت الخيط هيبدأ معاكي من 4 شلات لحد كيلو، كيلو 200، على حسب المقاس اللي انت هتعمليه للشال، وعلى حسب كمان سمك الخيط ومقاس الإبرة اللي هتستخدميه. طيب عادة الشال بيبدأ من 4 شلات زي ما قلت لك، الأقل في ايه ل 12 شلة. تمام. طيب بالنسبة للمقاسات، عشان برضو الناس بتفضل تسأل على المقاس. لو انتي حابة المقاس بتاع الشال بيبدأ معاكي من 1.5 متر، تمام، من 1.5 متر ل1.80 متر. ده بيبقى مقاس معقول قوي وحلو جدا جدا، مناسب تقريبا لجميع المقاسات وجميع الأوزان. ده الطول. في ناس بتحبه لحد 2 متر، تمام، براحتها. انتي عاوزة اطول من كده، تمام. طيب بالنسبة للعرض بيبدأ معاكي عرض الشال من 40 او 45، خلينا نقول 45. يعني انا اقل شال بحب اعمله 50 سنتي بصراحة، 50 لحد معاكي 80 سنتي، وبيبقى كبير جدا بقى طبعا ال 80 سنتي. ده العرض خلاص. لكن لو هتسأليني على متوسط اعملي الشال 1.5 متر، في عرض 50 أو 60 سنتي بيبقى معقول قوي قوي قوي. بالنسبة طبعا اسفة على لو كنت بتكلم كتير، بس والله بيجيلي الأسئلة دي كتير والناس بتسأل عنها، فحبيت أتكلم عن الأسئلة اللي بتتكرر معايا كتير. نسمي ونبدأ. أول حاجة هعمل عقدة البداية، وهبدأ اشتغل سلسلة بالطول اللي انا محتاجاه للشال. طب شرط السلسلة دي ايه؟ ان هي تكون من مضاعفات 4 زائد 3.
يعني ايه مضاعفات 4 زائد 3؟ مضاعفات 4 فإن هو بتبتدي تزودي 4 سلاسل في 4 سلاسل في 4 سلاسل لحد ما توصلي للطول اللي انت محتاجاه للشال، وبعد كده تزودي على المجموع كله 3 سلاسل في الآخر. طيب بالنسبة لي أنا لو هعمل الشال هحب أبدأ سلسلة البداية بإبرة أكبر نمرة من الإبرة اللي أنا هكمل بيها الشغل. يعني أنا دلوقتي هشتغل بإبرة 3.5، سلسلة البداية هبدأها بإبرة 4.5. طب ليه هتبدأي سلسلة البداية بإبرة 4.5؟ لأني لما لما بتبتدي السطر التاني من الشغل، في ناس إيديها بتشد في سلسلة البداية، فتيجي تلاقي إيه الشال قوص منك. تمام، تلاقي الشال كده قوص منك، بقى السطر التاني وسع قوي. لكن لما بتبدأيه بإبرة أكبر سلسلة البداية، بتيجي كده السطور اللي بعد كده تلاقي إيه الشال مريح وحلو ومفيش أي حاجة. فانتي ابدأي سلسلة البداية بإبرة أكبر من الإبرة اللي هتكملي بيها الشغل. فأبدأ أزود 4 سلاسل في 4 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. 24 هي مضاعفات 4. تمام، هي مضاعفات 4. بعد كده هزود 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص، هشيل الإبرة بقى الكبيرة وابدأ اشتغل بالإبرة اللي انا هكمل بيها بقية الشال. اول غرزة عندي في السطر كارتفاع، هروح للغرزة رقم 2، وانا هنا هشتغل على ظهر السلسلة في الحلقة الثالثة اللي هي ورا دي. بتحسي كده زي مطب ورا كده اهو، هنا كده دي الحلقة اللي ورا دي هي اللي هشتغل فيها. فهاجي كده اول غرزة ارتفاع اللي هي اخر سلسلة اشتغلتها، الغرزة رقم 2 هدخل فيها بالشكل ده واشتغل غرزة حشو. هدخل في الضلع التاني لغرزة الحشو بالشكل ده، واخد لفة واطلع اكني برضو هعمل غرزة حشو فوق غرزة الحشو، فيدوني عمود كده، العمود في اول السطر. بعد كده هبدأ اشتغل كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها عمود. تمام، احنا متفقين ان احنا عندنا هنا عدد الغرز من مضاعفات الرقم 4، وفي الاخر زودت 3 سلاسل. سلسلة منهم كانت ارتفاع و2 سلسلة زيادة على العدد بتاعي. فانا المفروض دلوقتي يطلع معايا عدد الغرز في السطر لما نقص منهم غرزتين من مضاعفات 4. فانت تتأكدي كده ان معاكي غرز عمود في السطر الاول من مضاعفات 4 زائد غرزتين زيادة معاكي. تمام، هبدأ كده اشتغل في ظهر السلسلة غرز عمود. وبصي هنا بقى عندي السطر من تحت هيبقى زي اخر سطر من فوق، وده طبعا بيفرق في فينش الشغل بتاعك وفي تسعيره. هكمل السطر بالشكل ده كده، كل غرزة هشتغل فيها عمود لحد ما اوصل لاخر السطر. طبعا دي عينة. خلصت السطر بالشكل ده كده وعدى الغرز بتاعتي ومتأكدة ان هي غرز من مضاعفات 4 زائد 2. هبدأ بقى اشتغل السطر التاني، هلف الشغل بتاعي واول غرزة في السطر دايما عندي عمود واخر غرزة عمود. هدخل كده في اول غرزة مباشرة، اخد لفة واطلع اشتغل غرزة حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. بعد كده هاخد لفة وابدأ اشتغل غرزة بريد امامي بالشكل ده كده. كل غرزة هتقابلني اشتغل عليها بريد امامي، بدخل ما بين غرزة العمود والعمود التاني واطلع كده ما بين العمود والعمود اللي بعده. العمود بيكون على الابرة، باخد لفة واطلع، بيبقى معايا 3 حلقات على الابرة، باخد لفة واطلع من حلقتين، باخد لفة واطلع من حلقتين، وهكذا بريد امامي لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. تمام، هكمل لحد ما اوصل عند اخر غرزة ونرجع بريد امامي، غرز بريد امامي. وصلت لاخر غرزتين في السطر، الغرزة اللي قبل الاخيرة هشتغلها بريد امامي عادي، والغرزة الاخيرة في السطر هشتغل فيها غرزة عمود زي اول غرزة في السطر بالشكل ده كده. تمام، عمود بلفة عادي.
هلف الشغل بتاعي وادخل مباشرة في اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو اشتغل حشو، بعد كده كل عمود اشتغل عليه عمود لاخر السطر، كل عمود هشتغل عليه عمود لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده، كل الغرز غرز عمود. هلف الشغل بتاعي، هدخل في الغرزة الاولى اشتغل حشو، الضلع التاني لغرزة الحشو حشو، بعد كده هبدأ اقسم السطر لاربع غرز، اول غرزتين بريد امامي وتاني غرزتين بريد خلفي. في اول غرزتين اهو هشتغل بريد امامي بالشكل ده كده، الغرزتين اللي بعدهم بريد خلفي، بدخل كده من الخلف بالشكل ده كده بالابره وازق العمود لورا، وبطلع ما بين العمود والعمود التاني، بيكون العمود على الابره من خلف كده، باخد لفه واطلع، بيكون معايا 3 حلقات، باخد لفه واطلع من حلقتين، اخد لفه واطلع من حلقتين تاني، اخد لفه وادخل ما بين العمود والعمود كده من الخلف، ازق العمود لقدام واطلع ما بين العمود والعمود التاني معايا كده على الابره العمود، بسحب واطلع معايا 3 حلقات، بطلع من حلقتين في حلقتين كده، عملت 2 بريد امامي و2 بريد خلفي، واكرر 2 بريد امامي 2 بريد خلفي، تاني 2 بريد امامي 1 2 2 بريد خلفي، وهكذا لحد ما اوصل عند اخر غرزة في السطر، تانية بريد خلفي. اشتغلت بالشكل ده تمام، واخر غرزتين كانوا عندي بريد خلفي، هشتغل هنا في اخر غرزة في السطر غرزة عمود بلفة، هلف الشغل بتاعي وهدخل في اول غرزة اشتغل عمود، ادخل في الضلع التاني لغرزة العمود، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، اخد لفة واطلع من الحلقتين. السطر ده هشتغل البريد الامامي عليه بريد امامي والبريد الخلفي عليه بريد خلفي، انا عندي هنا 2 عمود بارز قدامي يبقى دول بريد امامي، هشتغل عليهم 2 بريد امامي، الغرزتين اللي بعدهم بريد خلفي يبقى هشتغل عليهم بريد خلفي، وهكذا تمام. يبقى انا البريد الامامي هنا بشتغل عليه بريد امامي، والبريد الخلفي بشتغل عليه بريد خلفي. هكمل كده لاخر السطر، وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عمود عادي على اخر غرزة، هلف الشغل بتاعي وادخل في اول غرزة اشتغل عمود بالطريقة بتاعتنا اهو. بعد كده هبدل بقى، هنا السطر ده هبدل البريد الامامي هشتغل عليه بريد خلفي، والبريد الخلفي هشتغل عليه بريد امامي، كده دول عندي بريد امامي يبقى هشتغل عليهم بريد خلفي، هبدل الغرزتين اللي بعدهم بريد خلفي هخليهم امامي، بريد خلفي هيبقوا امامي، اسفة بريد امامي هيبقوا خلفي، دول بريد امامي هيبقوا خلفي تمام، اللي بعدهم بريد خلفي هيبقوا بريد امامي، واكمل هكذا تمام. هعكس الغرز، وصلت لاخر السطر هشتغل على اخر غرزة عمود، هلف الشغل ادخل في اول غرزة اشتغل عمود بالشكل ده، بعد كده السطر ده العمود هشتغل عليه عمود اسفة البريد الامامي هشتغل عليه بريد امامي، والبريد الخلفي هشتغل عليه بريد خلفي، انا عندي هنا دول بريد خلفي يبقى هشتغل عليهم بريد خلفي، اللي بعدهم بريد امامي يبقى هشتغل عليهم بريد امامي،
2 بريد خلفي، 1 2 2 بريد امامي، 1 2 واكمل السطر بالشكل ده كده. البريد الامامي هشتغل عليه بريد امامي، والبريد الخلفي هشتغل عليه بريد خلفي. اشتغلت بالشكل ده كده، البريد الامامي بريد امامي والبريد الخلفي بريد خلفي. وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها عمود عادي. هلف الشغل، السطر ده بالكامل هيكون غرز عمود، كل غرزة هشتغل عليها عمود عادي. تمام كده، كل عمود هشتغل عليه عمود لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. هكمل وارجع لكم. خلصت السطر بالكامل كده غرز عمود. هلف الشغل بتاعي وادخل في اول غرزة، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، اخد لفة واطلع من حلقتين، غرزة حشو. ادخل في الضلع التاني غرزة الحشو، اخد لفة واطلع بالشكل ده كده. بعد كده السطر ده هيكون غرز بريد خلفي. هشتغل كده من الخلف، كل غرزة هشتغل عليها بريد خلفي. مش عاوز تعمل اهو بريد خلفي لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. تمام، هلف الشغل بتاعي وهدخل عند اول غرزة، هاخد لفة واطلع معايا حلقتين على الابرة، هاخد لفة واطلع من حلقتين. بعدين هدخل في الضلع التاني، هاخد لفة واطلع بالشكل ده، وهدخل السطر ده لتالت مرة هنا كده اهو. يعني عملت 3 غرز حشو يعتبر فوق بعض. بعد كده هشتغل سلسلة واخد لفة، اتخطى غرزة واروح للغرزة اللي بعديها اشتغل عمود بلفتين، اتخطى غرزة، الغرزة اللي بعديها هشتغل عمود بلفتين، سلسلة واخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، الغرزة اللي بعدها اشتغل عمود بلفتين، سلسلة، لفتين على الابرة، اتخطى غرزة اللي بعدها عمود بلفتين، سلسلة، اتخطى غرزة اللي بعدها عمود بلفتين، وهكذا لحد ما اوصل لاخر السطر. خلصت بالشكل ده، وصلت لاخر غرزة هشتغل سلسلة واخد لفتين على الابرة. المفروض بتخطى غرزة واحدة والتانية اشتغل عليها عمود بلفتين. انا هنا الاقي عندي 3 غرز في السطر، فتخطى اخر غرزتين، يعني اتخطى الغرزة دي واللي بعدها واروح لاخر غرزة في السطر اشتغل عمود بلفتين. كده هتقولي ان ناقص لي غرزة في السطر. هو كده ناقص غرزة، ماشي، هنزودها دلوقتي. هدخل في اول غرزة، الف الشغل وادخل في اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني غرزة الحشو، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين بالشكل ده كده. بعد كده كل فراغ عندي هشتغل عليه 2 عمود، كل فراغ سلسلة هشتغل 2 عمود لحد لما اوصل لاخر غرزة في السطر او اخر فراغ في السطر. وصلت لاخر فراغ هشتغل فيه 2 عمود، واخر غرزة في السطر هشتغل كمان عليها عمود. كده هتلاقي الغرز بتاعتك رجعت مظبوطة تاني. لو عديتي الغرز في السطر ده هتلاقيها نفس عدد الغرز في اول سطر. هلف الشغل، هبدأ اشتغل في اول غرزة غرزة حشو، ادخل في الضلع التاني غرزة الحشو بالشكل ده كده. كده انا عملت اول عمود، هاخد لفة اتخطى 1 2 الغرزة رقم 3 هشتغل فيها 3 عمود، 1 2 3، اتخطى 1 2 الغرزة التالتة اشتغل 3 عمود، 1 2 3، 1 2 التالتة اشتغل 3 عمود، 1 2 3. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر السطر، المفروض باخد لفة وبعد 1 2 التالتة بشتغل فيها عمود. هتلاقي عندك هنا غرزة
في اخر السطر زيادة. لا تشتغلي في الغرزة اللي قبل الاخيرة، لا تشتغلي في الغرزة الاخيرة، زي ما تحبي. بالشكل ده كده هشتغل 3 عمود في الغرزة اللي قبل الاخيرة. اسفة، هشتغل عمود واحد بس، معلش، عمود واحد بس زي ما اشتغلت اول السطر. تمام، اشتغلت عمود كده في الغرزة اللي قبل الاخيرة، وهلف الشغل بتاعي. هدخل مباشرة في الفراغ ما بين العمود والتلاتة عمود، واشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 3، واكمل كل فراغ اشتغل 3 عمود. 1 2 3، اللي بعده 3 عمود. هشتغل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. تمام، كل غرزة هشتغل عليها 3 عمود، كل فراغ هشتغل عليه 3 عمود. وصلت لاخر فراغ هشتغل 3 عمود. 1 2 3، هلف الشغل، ادخل في اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اخد لفة واطلع، معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين، بعد كده هاخد لفة واروح ما بين التلاتة عمود والتلاتة عمود، اشتغل 3 عمود. 1 2 3، الغرزة اللي بعدها 1 2 3، الفراغ اللي بعده 1 2 3. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر فراغ في السطر. اشتغلت اخر فراغ في السطر 3 عمود، هروح لاخر غرزة في السطر واشتغل فيها عمود بلفة، هلف الشغل وارجع بقى اكرر السطر ده اللي هو ايه 3 عمود في اول السطر. اشتغل عمود بالطريقة بتاعتنا، كمان 2 عمود. 1 2، وكل فراغ اشتغل فيه 3 عمود لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر او اخر فراغ في السطر. وصلت لاخر فراغ هشتغل فيه 3 عمود. 1 2 3، بالشكل ده كده. هتبدأي بقى تعملي ايه؟ هتبدأي تكرري السطر ده، هو سطر واحد بس، هنختلف مرة ان احنا نعمل في اول السطر عمود وفي اخر السطر عمود وفي النص غرز الجيراني بتاعتنا. السطر اللي بعده هيبقى في اول السطر في الفراغ 3 عمود وفي اخر السطر 3 عمود، وبعد كده اللي في النص كلهم عادي الغرزة بتاعتنا بتاعت الجيراني. تمام، هتفضلي تكرري بقى السطر ده لحد امتى؟ لحد ما توصلي للمقاس اللي انت عاوزاه ناقص منه نفس مقاس الجزء ده. ازاي؟ دلوقتي هتيجي بالمزورة بتاعتك تقيسي كده، تشوفي الجزء ده طلع عندك كام سنتي من اول سطر انت اشتغلتيه اهو لحد السطر اللي هو قبل الجراني، سطر العمود اللي قبل الجراني. انا طلع عندي 11 سنتي، خلاص طلع عندي 11 سنتي كده. طيب هفرض ان انا محتاجة العرض بتاع الشال، عشان احنا اشتغلنا بالطول، احنا بدأنا بسلسلة بالطول اللي احنا محتاجينه، وكده احنا بنطلع سطور العرض، بنطلع سطور العرض. خلاص، فانا هفضل اكرر بقى السطر الجيراني ده لحد ما اوصل للعرض اللي انا محتاجاه للشال ناقص منه 11 سنتي، ناقص منه 11 سنتي، عشان انا هكمل هرجع اكرر الجزء ده تاني في فوق. فبالتالي هاجي كده مثلا انا اهو شغاله كده، هقيس من اول هنا لاخر هنا كده ايه كده 16 سنتي. لا انا هفضل بقى شغاله كده ايه لحد 49 سنتي، هفضل اشتغل كده واقيس لحد 49 سنتي. خلاص، هقيس من الاول للاخر لحد 49 سنتي، فاضل لي 11 سنتي. اول ما اوصل لل 49 هكمل بقى ال 11 سنتي الجزء ده. انت الجزء ده ممكن يطلع عندك 10، ممكن يطلع عندك 9، ممكن يطلع عندك 12، ممكن يطلع عندك 13، على حسب سمك الخيط والإبرة اللي انت شغالة بيهم، على حسب سمك الخيط والإبرة اللي انت شغالة بيهم. انت بتنقصي الجزء ده تمام وانت شغالة، عشان هتطلعي فوق تكرريه تاني، تعملي حسابك انك انت هتسيبي ال10 او ال11 سنتي في اخر العرض بتاع اللي انت عاوزاه، عشان هنرجع نكرر الجزء ده تاني. تمام، هنفرض بقى ان احنا وصلنا خلاص للعرض اللي احنا محتاجينه ناقص منه نفس مقاس الجزء ده. هنبدأ نكرر الجزء ده كده بالعكس، هنبدأ نكرر الجزء ده بالعكس. خلاص، طيب انت لو جيتي
لازم في اخر سطر تكوني واقفه معايا عند ال3 عمود في اول السطر و3 عمود في اخر السطر، مش السطر اللي هو اوله عمود واخره عمود. تمام، ده اول حاجه. تاني حاجه، اما تيجي تعدي الغرز عندك في اخر سطر هتلاقيها ناقصه غرزتين، هتلاقي الغرز ناقصه، غرز العمود في اخر سطر ناقصه غرزتين عن غرز العمود في اول سطر انت عملتيه. فانت مثلا لو عامله 260 عمود في اول سطر، 260 عمود في اول سطر، هتلاقي اخر سطر، تمام، هتلاقي معاكي اخر سطر فيه 258 عمود، تلاقي 258 عمود. ماشي، لو انت عامله اول سطر 100 عمود هتلاقي اخر سطر 98 عمود، هتلاقي غرزتين ناقصين معاكي. برضو عدي غرزك تاني تأكيدا معانا وشوفي ناقص عندك كام غرزة عن اول سطر، بس هما غرزتين اللي هيكونوا ناقصين. خلاص، يبقى انت هتعدي الغرز في اخر سطر معاكي، ولازم تكوني واقفة معايا عند السطر اللي اوله 3 عمود واخره 3 عمود. هعمل ايه؟ هلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل في اول غرزة حشو، ادخل في الضلع الاول غرزة الحشو كده، الضلع التاني اسفل غرزة الحشو اشتغل فوقيه حشو. بعد كده الغرزة رقم 2 هشتغل فيها 2 عمود، 1 2، يبقى انا كده زودت غرزة من اللي ناقصني. بعد كده كل عمود هشتغل عليه عمود، كل عمود هشتغل عليه عمود لحد ما اوصل لاخر غرزتين في السطر. تمام، وصلت لاخر غرزتين في السطر هشتغل فيهم 2 عمود في الغرزة اللي قبل الاخيرة وعمود في الغرزة الاخيرة. يبقى انا كده زودت غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر عشان اظبط العدد بتاعي. تمام، وبرضو عدي غرزك، اتأكدي ان سطر العمود ده نفس عدد غرز السطر الاول. هدخل في اول غرزة، اخد لفة واطلع، اشتغل غرزة حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اشتغل كمان حشو، ادخل في الضلع التاني لتالت مرة في غرزة الحشو، اشتغل كمان حشو. وكده انا اشتغلت اول عمود بلفتين. هشتغل سلسلة واخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، التانية اشتغل فيها عمود بلفتين، سلسلة، اخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة، الغرزة التانية اشتغل فيها عمود بلفتين، وهكذا سلسلة، اتخطى غرزة، التانية اشتغل عمود بلفتين لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر وارجع لكم. المفروض هعمل سلسلة واخد لفتين على الابرة، اتخطى غرزة واللي بعدها اشتغل عمود بلفتين، بس انا هنا عندي 3 غرز ناقصين مش غرزتين بس، فهدخل في اخر غرزة كده في السطر واشتغل عمود بلفتين. كده يعتبر انا نقصت غرزة، بس السطر اللي جاي هترجع لغرزة دي عادي. هلف الشغل بتاعي وادخل هنا كده في اول غرزة اشتغل حشو، ادخل في الضلع التاني لغرزة الحشو، اخد لفة واطلع معايا حلقتين، اخد لفة واطلع من حلقتين، اشتغلت كده عمود. هاجي كل فراغ سلسلة هشتغل فيه 2 عمود، 1 2، الفراغ اللي بعده 1 2 1 2 كده لحد ما اوصل لاخر فراغ في السطر. خلصت كده بالشكل ده، وصلت لاخر فراغ اشتغلت غرزتين، وهاجي هنا فوق العمود بلفتين الاخيره اشتغل عمود بلفه. لو عديتي بقى الغرز في السطر ده هتلاقيها ظبطت معاكي تاني ورجعت نفس عدد الغرز في اول سطر، نفس غرز العمود، عدد غرز العمود في اول سطر. هلف الشغل بتاعي وادخل في اول غرزه اشتغل عمود بطريقتنا اهو. بعد كده هاخد لفه على الابره وابدا اشتغل غرز بريد خلفي، كل غرزة هتقابلني. النور قطع وانا اسفة، بس ما عنديش حل غير كده اني اكمل. كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزة بريد خلفي. تمام، بالشكل ده لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. اشتغلت بالشكل ده كده غرز بريد خلفي، وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل غرزة عمود عادي زي اول غرزة بالشكل ده كده. هلف الشغل بتاعي والسطر ده كله عمود، كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها عمود بلفة، كل عمود هشتغل عليه عمود، كل غرزة هشتغل عليها عمود لحد اخر السطر. وبرضو تأكدي تاني وانت شغالة عدي الغرز بتاعتك ان هي نفس عدد الغرز في السطر الاول.
وصلت لاخر غرزة هشتغل عليها عمود، هلف الشغل بتاعي، ادخل في اول غرزة اشتغل عمود بطريقتنا اهو، والسطر ده هبدأ اشتغل تاني غرزة الباسكت اللي اشتغلتها في السطور اللي فاتت. هشتغل اول غرزة 2 بريد خلفي، ادي كده الغرزة الاولى بريد خلفي، الغرزة اللي بعدها بريد خلفي، الغرزة التالتة اسفة ده 2 بريد امامي، تمام، واللي بعدهم 2 بريد خلفي، 1 2 تاني 2 بريد امامي، 1 2 2 بريد خلفي، 1 2 واكمل بنفس الطريقة، 2 بريد امامي، 1 2 2 بريد خلفي، 1 2 لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر السطر هشتغل في اخر غرزة عمود بلفتين بلفة اسفة، هلف الشغل، هدخل في اول غرزة اشتغل فيها عمود بلفة الطريقة العادية بتاعتنا. بعد كده هشتغل البريد الامامي بريد امامي، والبريد الخلفي بريد خلفي كده، ده بريد امامي هشتغل عليه بريد امامي، ودول بريد خلفي هشتغل عليهم بريد خلفي، بريد امامي هشتغل عليه بريد امامي، الاتنين دول بريد خلفي هشتغل عليهم 2 بريد خلفي لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت بالشكل ده كده لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها عمود، هلف الشغل بتاعي وادخل في اول غرزة اشتغل حشو، طلع التاني غرزة الحشو اشتغل عليه حشو. بعد كده هبدأ اعكس العمود الامامي اخليه عمود خلفي، فانا عندي هنا 2 عمود امامي هخليهم 2 عمود خلفي، واللي بعده 2 عمود خلفي هخليهم 2 امامي بالشكل ده كده بالتبادل، دول امامي يبقى هنشتغل عليهم خلفي، اشتغل عليهم خلفي، دول خلفي يبقى هشتغل عليهم امامي لحد ما اخلص السطر، هكمل وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها غرزة عمود عادية، هلف الشغل واشتغل في اول السطر عمود بطريقتنا. بعد كده البريد الامامي هشتغل عليه بريد امامي، والبريد الخلفي هشتغل عليه بريد خلفي، كده 2 بريد خلفي هشتغل عليهم 2 بريد خلفي، 2 بريد امامي هشتغل عليهم 2 بريد امامي، هكمل كده بنفس الطريقة، الخلفي هشتغل عليه خلفي والامامي هشتغل عليه امامي لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده، وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها عمود عادي، تمام، هلف الشغل، والسطر ده هيكون بالكامل غرز عمود، كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزة عمود واحدة، كل عمود هشتغل عليه عمود لحد ما اوصل لاخر السطر، كل غرزة هشتغل عليها عمود لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. طبعا تعدي غرزك برضو تاني زيادة في التأكيد ان هي نفس عدد الغرز في اول سطر. هكمل السطر وارجع لكم. وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها عمود والف الشغل واشتغل على اول غرزة عمود. بعد كده كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها بريد امامي بالشكل ده كده، كل غرزة هشتغل عليها بريد امامي، لحد ما اوصل لاخر غرزة في السطر. وصلت لاخر غرزة في السطر هشتغل عليها عمود عادي، وبعد كده سلسلة تأمين، واقص الخيط بتاعي وانضف الغرز بتاعتي،
وبكده يكون ده الشكل النهائي للغرز بتاعتي. طبعا هو مش واضح قوي لان دي عينة، بس انت ان شاء الله لما تعمليه على شال هيبقى شكله تحفة زي ما انت شفتي في الصور كده. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا وتطلعوا احلى شغل في الدنيا. اتمنى من ربنا ان انا اكون يعني وفقني في شرح الموديل وتوصيل المعلومة ليكم بشكل واضح وبسيط. كمان اتمنى ان انتوا تدعوا لوالدي ووالدتي بالرحمة، وبعتبر ده ان شاء الله يعني صدقة علم ينتفع بيهم، ينتفع بيه على روحهم بأمر الله. ولو انت نفذت الشال يا ريت يا ريت تشاركيه معانا على الجروب والصفحة، هكون مبسوطة جدا جدا جدا. لو عندك اي سؤال سيبهولي في التعليقات وان شاء الله هجاوب عليه بأمر الله يعني. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.